بعد ما مصر خرجت من كاس العالم وعملت انجاز ما حصلش قبل كده في تاريخ المنتخب، طلع علينا ابراهيم فايق وسيف زاهر ومنى الشاذلي ب 100 لقاء مع لعيبه المنتخب، كل واحد فيهم طالع اللي بمراته واللي باخوه واللي بصاحبه. على الناحيه التانيه الشعب بعد ما دعم اللعيبه وفرح بالانجاز، بص لنفسه بعد اخر ماتش لقى ان هو المواطن الغلبان اللي بيصحى من النوم يروح شغله من النجمه ويرجع اخر اليوم حلو مهدوم، على امل ان يكون في ماتش النهارده يتفرج عليه يهون عليه تعب اليوم اللي عمال بيصحى وبينام فيه، مقارنه بلعيب الكوره اللي حسابه في البنك ملايين، ويطلع في البرامج اللي زي دي يحسسك انه بيخصب يورانيوم، لازم يفتكس قصه نجاح من العدم. لا احنا محرومين من حاجات كتير قوي يا ابراهيم والله العظيم. يقول لك انتوا ما تعرفوش احنا بنتعب ازاي وما بنقعدش مع اهلنا وما بنقعدش مع اولادنا، وكانه بيجاهد في سبيل الله. كل واحد بيتفرج على الناس دي مقتنع تماما بحكمه ربنا وتوزيعه للرزق، لكن من وجهه نظري دور البرامج دي هدام للشباب اكتر ما هو بناء. وخلينا ابسط لك الموضوع، في البرامج اللي زي دي الاعلامي او الاعلاميه ما بيسالوش اللعيب او المدرب بتاع المنتخب ايه اللي وصلنا للنجاح ده، او اشمعنى المره دي حققنا انجاز دونا عن المرات اللي قبل كده. طب يا جماعه ممكن نعمل ايه عشان نروح حته احسن؟ يسلطوا الضوء على المشاكل اللي في الكره المصريه وايه سبب تاخرها. لا احنا ما بنسالش كده، السؤال بيقول حصل ولا ما حصلش؟ هربت من التمرين قبل كده؟ طب لو رايح خناقه تاخد مين من لعيبه المنتخب معاك؟ احكي لي بقى علاقتك مع ابوك عامله ازاي في البيت. مين بقى ماسك الدي جي؟ انا عندي شك. اللي وصل البرامج دي للسطحيه اللي هم فيها انهم بقوا شايفين الذوق العام بقى سطحي، وبقصد او بدون قصد بيطلعوا يهدوا في نفسيه الشاب الموهوب اللي كان نفسه يبقى موجود بينهم في يوم من الايام لولا ان الظروف ما اسعفتهوش. ودي مش مجرد حكايه. فولو لو عايز تشوفني تاني.